اليمن؟ في البداية أقول وأرفع العرش بعد اسمه تبع بني المفتي وبنقول لي عرف معلش قررت والله شوفي يعني في عدة أشياء. أولا نقدر نقول الخدمة. ثانيا تونس آمن. الناس طيبة. تقدر تتعاشر معاهم تعيش معاهم. أكيد راح تبلد مسلم. هذه نقطة مهمة بالنسبة لي. أنا سافرت من دول برا يعني. بلد مسلم، عاداتك، تقاليدك، أمور الدين، رمضان، الأعياد، تحس إنك في بلد غريبة أو تحس نفسك وحيد. في اليمن أيوه في اليمن ضمن مثلا أحياء هنا في تونس في مشيلة. بس كأني في اليمن مثلا باب سويحة، الحياة القديمة، باب بحر. نقول لك المدينة العربية خاصة في أجواء رمضان، أجواء العيد، ما شيء فرق. عندكم نفس يعني ثمة تشابه بالوحدة في تشابه بين المدن تشابه في المدن من ناحية الإعمار يعني؟ لا. كيف تشابه؟ لأن احنا الإعمار نمشم الإعمار القديم يعني كما شفنا في إعمار عربي مثلا في الديون وهذا، لكن مثلا تختلف مثلا منارات المساجد هنا مكة جاية مدورة. والعادات والتقاليد العرب الأخير من المسلمين نفس نفس العقلية في فرق يعني مثلا في الدول الأجنبية تشوف فرق كبير، لكن في الدول العربية بنتي مواليد تونس. والله انا لي تو مشيت 2019 يعني تقربوا لي موجوده الدوله والحكومه، لكن عندنا نزاعات سياسيه. خليك في تونس، خليكم بحرين، تنورونا وتشاركونا اكيد. وكل الحب والتقدير يعني لاهل تونس والله. دائما اول ما نقول لهم انا من اليمن يفرحوا ويرحبوا بي ومرحبا بي، وغير اللي يعني يعمل معك مثلا مواقف حلوه. وكما قلت يقول لك اقعد بحذانا ما تمشيش. حتى اللي متابعين لي انا ديما يعلقوا لي هذا اقعد تونس علاش تمشي لليمن وحرب وهكذا اقعد انت وعائلتك. الحمد لله انا قاعدين انا قاعدين كما قلت لك والله غير مجامله يعني. اللي عجبني في تونس امان. تخرج تحب 4 الفجر 12 الليل حتكلمك. مرات نجي في السياره هنا حتى نوصل السياره كان العائله نمشي على الحبيب ورقيقه ما حد يكلمك. ما استقرار يعني. بعيدا عن اللي نسمعوا فيه واللي نسمعوا فيه الجاليه العربيه برا الكون. لا ايش بيسمعوا فيه؟ هذا اللي نشوف فيه. ايش اللي بيسمعوا فيه؟ يعني هذا اللي نشوف فيه. مثلا ثم شويه مشاكل سياسيه هذا في كل الدول. كلنا دولنا العربيه ما يشارك المشاكل السياسيه والدول كلها، ولكن إنكار تونس في اليمن في الوقت الحالي شوف تونس كيف كانت في اليمن بل استخراها وإكرام آمين. ذكرت اليمن حزنت والله. آمين اللهم بارك. ان شاء الله ربي يفضلك. الله يفرج علينا، الله يفرج على اليمن، وإن شاء الله ترجع بلادنا أمن وأمان واستقرار، والله يديم الأمن والأمان على تونس وأهل تونس وحياتنا جميعا. شكرا.